بحضور الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، وكذلك رئيس قطاع النقل البحري ورئيس هيئة مواني البحر الأحمر ورئيس شركة القاهرة للعبارات وقيادات شركة ترسانة ديسون الكورية الجنوبية. نشهد اليوم توقيع عقود بناء عدد 2 سفينة تجارية متعددة الأغراض لصالح وزارة النقل بالتعاون مع الجانب الكوري الجنوبي. زي ما قلنا قبل كده كتير ان احنا علشان نطور قطاع النقل البحري عندنا اكتر من محور، اهمها تطوير المواني بتاعتنا، وده ماشيين فيه بشكل كويس.